Hello everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا الأعزاء. اليوم عندنا قصة عن حكيم، ومغزى هذه القصة لا تصدق كل حكيم، بعضهم يبالغون في الطرح ويسوي زحمة، أوكي؟ فبطل حركات الهنود وأي كلام يقوله تمشي معاه. طيب نقول لكم القصة. قصة: جاء غلام إلى أحد الحكماء فسأله ما هي قمة الشجاعة، فأجابه: أن تعفو عمن أساء لك، وأن تصفح عمن ظلمك، وأن تحكم عقلك قبل غضبك. فالغلام ذكي، أراد أن يختبر الحكيم، فبصق في وجه الحكيم، أعطاه واحدة هنا في نص الجبهة. طبعا الحكيم نسى الكلام كله، وقام ودبغه وجلده وضربه ضربا مبرحا. رفسه رفسا وعمل له حركة أندرتيكر وجون سينا في نفس الوقت.